الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أنا الآن في الكونغرس في العملية التمهيدية لتنصيب ترامب، وكان هذا الحضور ضروري جدا لعكس طبيعة الحرب في السودان، لأنه كثير من المفاهيم أنه يكون هذه الحرب بين جنرالين، لكن هذه الحرب هي حرب بين قوات مسلحة سيادية وقوات متمردة. فجلسنا في جلسات ثنائية مع كثير من المرشحين للوزراء في الخزانة والخارجية وبعض المستشارين. أيضا في جلسة ثنائية أوضحنا لهم كثير من ما يدور في السودان وما يعاني به شعب السودان، وايضا وضحنا لهم بان هذا الحظر الذي تم امس والامس هو حظر كان فيه ظلم. كل الشعب ذلك هو يقوم مع قادة العسكريين لانهاء هذه الحرب العبثيه او الحرب الذين اتوا به المرتزقه من الخارج يحاربون في بلادهم وهكذا. واحنا قصدنا من هذه الزياره ومن هذا اللقاء لأن هنالك بعض الجهات السياسية تدعم الدعم السريع لأغراض ومصالح شخصية أو سياسية. احنا نقطع لهم الحبل بأن هذه التواصل ليس لهم لوحدهم، احنا نصل لكل الجهات العالمية والأمم المتحدة نوضح لهم. وأنا بتكلم بصفتي أنا هشام، بصفتي أنه أنا أمثل نفسي، ليس أمثل جهة سياسية محددة، أمثل نفسي والشعب السوداني الذي يعاني من هذه الحروبات. وهذه الزيارة إن شاء الله تتكرر مرارا وتكرارا، وإن شاء الله.